اليوم حدث تطور كبير وخطير في السياسة العربية، وهو قيام البحرين بعد دولة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل. ما الجديد في ذلك؟ حقيقة أنا في رأيي لا أرى هناك جديد، لأن دول الخليج هي أساسا مرتبطة بالفلك الأمريكي، وبالتالي هي تنفذ سياسات، ربما هذه السياسات لا تخرج عن هذا الإطار اللي هو الإطار الأمريكي. طيب، هل هناك دول من دول الخليج كانت رافضة؟ كان المفروض أن تكون ثاني دولة هي دولة سلطنة عمان. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المؤسسة الدينية رفضت بشكل قاطع أي تطبيع مع إسرائيل، على اعتبار أن هذه القضية هي ليس قضية سلطنة عمان ولا قضية دول الخليج، وإنما هي قضية ولا قضية عربية، وإنما هي قضية إسلامية عامة، بل وهي قضية دولية، على اعتبار أن العالم الإسلامي والعالم المسيحي وحتى اليهود يرتبطون بهذه القضية. فهنا مهد المسيح، وهنا قبلة للمسيحيين، وهنا قبلة المسلمين الأولى، وهنا مسر الرسول صلى الله عليه وآله. فلذلك من الصعوبة الآن أن يبت بهذه القضية جانبا وتترك الأمر وكأنه الأمر لا يعنيك. النقطة الأخرى هو هل هناك دول أخرى رفضت؟ طبعا أكو دول أخرى كما قلت، سلطنة عمان، المؤسسة الدينية اعترضت اعتراض كبير، كذلك الحال بالنسبة إلى الكويت. لكن أنا أرى أن بالكويت راح يحدث تغير كبير، وهذا التغير الكبير مرتبط بالأيام القادمة. أمير الكويت الآن يعالج في الولايات المتحدة، ووضع خطر جدا، وهو بقاب قوسين أو أدنى. ورغم أنه السلطات الكويتية تقول أن حالته مستقرة، لكن أنا أقول بأنه ربما الولايات المتحدة والغرب يهيئ لأمير آخر لكي تحدث عملية التطبيع، وبالتالي لا مناص للدول الأخرى من السير بهذا الفلك وهذا المنوال، وخاصة العراق. الأمير محمد بن سلمان في موقف محرج. الآن عدد كبير من هيئة العلماء ورجال الدين في المملكة رفضوا التطبيع، وأعطى الحقيقة الأمير محمد بن سلمان، قال لا نطبع مع إسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية. وبالتالي الآن الولايات المتحدة بدأت تقلب الأوراق وتعرض من جديد أحداث 11 سبتمبر، وقاضية أمريكية بدأت تؤجج هذا الموضوع وتدعو إلى استدعاء قسم من الشخصيات المقربة من الأمير محمد بن سلمان، وكذلك شخصيات سياسية من الأسرة الحاكمة، وهذا طبعا يعد فد انتهاك أو يعتبر فد تطور خطير بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المملكة السعودية. وطبعا اليوم قرأت أنا مقال تحدث فيه صاحبه عن أن الرئيس ترامب بدأ يلوح بأن كان له دورا كبير بإنقاذ الأمير محمد من ما فعله بعض رجال الكونغرس الأمريكي بصدد أحداث خاشقجي وغيرهم، خاشقجي وغيرهم من التطورات السياسية التي رافقت عملية اغتيال هذا الأمير. إذن هل هناك تطور جديد؟ أتوقع بعد اتفاقية البحرين ستنتهي ورقة وتبدأ ورقة جديدة، وهذه الورقة التي انتهت تمثل الورقة التي أنهت حياة السادات. فمن يكون يا ترى هذه الورقة التي تسقط؟ هل هو محمد بن سلمان أم محمد بن زايد أم الضعيف بينهما ملك البحرين؟